يا الصدق والله ننقو عرس حنان طنان واثنين فنان ورقصنا الحجيت ولا لا جارة وانتو دارين هي ابنتي الوحيدة، وان شاء الله ما نسخى عليكم من الاخر 12 مليون ريال. ايش؟ صل على محمد. سامع، أين أنت أمس أرز عبد الحميد حنان طمع؟ عبد الحميد صاحبك أمس دورتك والنفط بيخبينك، وين أنت؟ ولا عم تحضر ولا عرس ولا عم تجي مع الأسبوع الثاني معنا عرس. أنا أشك بيتكم أنا أتزوج عبد الحميد. تزوج أمس وأمس الحنة يا عبد الله، كثير منك ولا إنه كثير من حنان لا عبد الحميد تزوج، لا تجنش عاد أصغر مني. زوجت العالم كلها وأنت ما قد زوجت، جالس ماسك التلفون ورفض بلا نوجه. يا الصدق والله ننقو عرس حنان طنان واثنين فنان ورقصنا الحجيت ولا لا أيوة بالرقص هذا يرقص هذا الولي، أنا قد منعته من هذا الرقاص. جالس تمكنني رقصة أو إحنا مزامرة والله أنا أقول له بيزوجني. يزوجك ولا لا زوجك غدا أنت شيبة طول عمرك شيبة. واصل هو من خينا لا خينا وأنا بتمنع ولدي مسايرته ولا بيقنع. لازم أزوج هذا الولد، لازم أزوجه قبل ما يفيد، لازم. أبي وراك أبي منعني قال لا تسايرنيش بذي الجو. خلاص باقي معنا عرس بكرة. أنا قد منعتك مسايرة هذا الولد، واصل بالسايرة واصل. إيش الكلام هذا؟ إيش كم على تسمعك؟ إيش بيكلمك؟ أبوي قال قد تزوج وأصحابي كلهم، وعبد الحميد أمس تزوج صاحبي ذاك هذا أصغر مني. إيش تزوج؟ ما والله إن أنا قد نطت ملان وجهي. إيش تاني أتزوج؟ أمري إلى الله قد أنا أعتقي على الجلبة وأزوجك يا ولد. عشت الزواج العزة به لغاجة. عشت الزواج العزة به. يا بهنا نشكل شيء نفهم. يا بدر وانت بدر في الارض داناي، لا تريا ولا ناي ما يدي يشبهوناي. اعجاز اوصف جمالك يا زعيم القواناي، لمعة البرق واشرق. هنا حري جس يا بهنا. حي الله من جاء، فوق العين فوق الراس. الله يحييك يا الغالي، تسلم راسك. وين بتقضي ايامك هذا الايام؟ ما عاد حب يشوفك ولا بيشترك في الحارة. قد انتم دارين بالظروف والاوضاع هذا الايام، والتجاره وهموم التجاره، وانتم دارين بالدولار بيرتفع بينباع للسماء، ما عاد بيرضى ينزل، والبضائع بترتفع والاسعار بتزيد، بعض الاحيان بينقص وتنخفض الاسعار، وإحنا بين القوادر ما عاد بيجينا من مكان بعيد. وبعدين انتم من زبايني والولد بيجي يتقضى مني، بعدين اشتي اقول لكم حاجه، ليه اتصلتوا لي؟ خير ان شاء الله. ايش هو الموضوع؟ صلينا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله ما انا داري كيف ادخل في الموضوع وكيف اكلمك، والله اني محرج يا ولدي وان اشياء انا ادخل في الموضوع لكن محرج منك. والله قلنا نطلق بنتكم المصونة لابننا الغالي اسامه. ليش يا ابا؟ هو يدها اولا بعدين عن سعرها كلها. انا اقول سوي نطلبها بالتقسيط او هي قطع خير في كرتها. تراني قدك اخبر يا ابا. ما قلت يا حاج مصلح. اهلا وسهلا وشرفتونا، وانتوا اصلا ما طلبتوش الغالي، ونعم بكم وباصلكم. ونعم بك وباصلك يا حاج مصلح. مشي تقطفنا وتدخل في الموضوع بسرعه لان احنا مستعجلين، وخير البر عاجله يا حاج مصلح. ابشروا والله ما نضغط عليكم ولا ان نحسبها حساب يعني تجاره
وأنا أحسب ولا أنا أحسب وقد أنا أحسبها حق الخال والخالة والعم والعمة والجد والجدة والكسوة والذهب، وما نحسب ما نحسبها شيء حساب تجارة، وأنتم دارين هي ابنتي الوحيدة، وإن شاء الله ما نسخى عليكم من الآخر 12 مليون ريال. ايش 12 مليون؟ 12 مليون حق البنت. تقي الله 12 مليون حق ايش؟ ما قلنا لك شي قادرة محملة بضاعة ولا أرضية على 5 شوارع ولا مطعم اليمامة مع العمال. 12 مليون عاد اشتري بها شيء والله بالله في الخلق. 12 مليون يا حاج مصلح ما بلا قد طفنا من الآخر، خلنا ننجز ونمشي لنا. خلي على رسول الله يا ابو اسامه، الدين الدولار بينباع على السماء ما حد يرضى ينزل، وانتم اشتركوا من السعر على ضيق السعر. يا عم مصلح ايش دخلنا من الدولار؟ او لا تشتري نفس النجم ولا الكريمي، او لا مقصدك بنتك تطلع وتنزل على الدراج ساعة على السماء الخليجية. يا باب تعالى ايش بيقول؟ علشان خاطر هذا الولد 10 مليون ولا تخافوا. يا حاج مصلح ما بلا سهلها يا حاج مصلح، الله يسهلها عليك. نشتي نسقه من ذوات هذا الأولاد ونسترهم يا حاج مصلح، والله قد هذا الولد خانقني قد وهانا خانقني. يا بلن ضانك مني حنضني. أشكيك يا حاج مصلح. إنا يا خبرة هي 10 مليون، أنتم دارين جارنا زوج بنته بحبة 2016 وزادت الكسوة والذهب، أنتم دارين بكم الحبة ب 16 مليون، ما معي 10 مليون ريال. أعجبكم خارجكم والله يفتح عليكم. حبة خارج حارق. يا حاج مصلح ما بلا سهلها، ما بش 10 مليون يا حاج مصلح. 10 مليون اشياء بعت ابني بابت واجركم نمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا مشكلة اجتماعية سببها غلاء المهور، وهي تسبب زيادة العوانس في البيوت وزيادة العزوبية لدى الشباب بسبب غلاء المهور. بعض الناس يتخيل أن بنته تجارة أو سلعة أو سيارة، وهذا لا يجوز، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. بارك الله فيكم يا آبائي الكرام، وجزاكم الله ألف خيرا. إن شاء الله أنتم تستفيدوا من الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اللهم احفظ اليمن وأهلها، اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمتنا بسوء فاجعل كيد